سلام، نبداو ديريكت لانه عنوان الحلقه واضح. كاينه ملاحظه واحده برك، اذا جبت سيره لاعب تحبه غير ما تقلقش، ما راه سمع بيك لبيه. يلا، المركز الخامس عن جداره واستحقاق عز الدين دوخه. مسيرته كامل تتلخص في جمله واحده طلقها عليه الشعب تاعنا. عز الدين دوخه الراعي الرسمي للاهداف الجميله، هذا كان قادر يدي المركز الاول بالريح. اللي خلاته يرجع للمركز الخامس انه ما لعبش مباريات كثيره، مبارياته مش ماتش. ركز. المهم، شوف خويا الاهداف ومتع عينيك. اذا ما لحقتش تحقق هدف في حياتك دوخه يخليك تماركيه. اصلا نسيته، ذكرني فيه واحد الميمز يضحكني حاله. وجاء اخ طلع يجري بالكوره وعايز يحطها جول. تخيل الاخ اللي واقف جون قال له ايه؟ قال له انتظر يا اخويا، وقفوا البتاع ده. استنى، انت عايز ايه يا اخويا؟ انا شايفك جاي تجري من هناك يعني وتعب نفسك وبتاع، عايز ايه؟ قال له عايز احط جون. قال له خلاص والله لا تحط جون، اتفضل. وساب له الجون يحط، هو حط شاط الكوره دخلت جون بس. قال له يا اخي انا ادخلت السرور عليك. قال له الحمد لله جزاك الله خير. ايه المشكله؟ روحوا المركز اللي بعده بالقبله. عذرا عزيزي المشاهد، المركز اللي بعده اسمع، المجاهد الكبير ياسين كادامورو. شوف خويا، لخصها لك 3 نقاط برك. في كاس العالم ما لعب حتى ماتش ودا بطاقه صفراء، ولعب شوط ضد تونس ودا بطاقه حمراء. وطبعا جماهير نادي مايوركا ولا سويسيداد من الشافي دارت حمله باش يفسخوا عقده، والحمد لله تهناو منه. بصح حنا ما جينا نتهناو منه بالذراع، والحق يتقال ما كانش يلعب مباريات كثيره. بصح الشعب كان خايف يغيب لاعب ولا يتصاب ويدخل كادامورو في بلاصتو. يعني شوف، مديرنا الرعب حتى هو احتياطي. المركز هذا احتمال كبير اغلبكم يختلفوا معايا، بصح انا مقتنع. اديني على قد عقلي يا خويا. شوف، هما زوج لاعبين، حسن يبدا ومهدي الاحسن. نبداو بحسن يبدا. انا مع الاول كنت منبهر بهذا اللاعب، بصح شفته يهز البالو ويجري تشوكيت. يا راجل، ما يهمش هجمه مرتده ولا بناء هجمه ولا اي حاجه، تلقاه يسبق البالو وعطيها. المهم يسبق المدافع. على بالك مرات يجري بعرض الملعب. والمشكله مش هنا، راهي النهار عطاوه رقم 10 وبلاك كابيتان، وكي ينتقدوه الناس يقول لك يلعب في نابولي. يا ريت كان يلعب اساسي في الفتره الذهبيه تاع نابولي. السيد كان يلعب في فتره نابولي كان ينافس عادي في المنطقه الدافئه. نروحوا اللي بعده، مهدي الاحسن، اللي في البدايه كان مقنع الى حد ما. بصح شفت حاجه غريبه فيه. هو ارتكاز، المفروض يبني الهجمه ويفتك الكره. السيد اسهل حاجه ديرها انك تفتك الكره منه. مش مليح في ماتش باراج ضد بوركينا فاسو، المدرب وحيد لعب مهدي مصطفى ارتكاز حذاه لانه ما حبش يغامر ويخليه وحده في نص الملعب، مع انه مهدي مصطفى قلب دفاع وهكاك وقدم ماتش اسطوري. بينما مهدي الاحسن خلينا ساكتين. مهدي الاحسن وحسن يبدا سنوات الضياع. المهم، المركز اللي بعده. قبل ما نذكر صاحب هذا المركز حبيت ننوه الحاجه. كريستيانو رونالدو وميسي انيستا لوكا مودريتش تشافي توني كروس وغيرهم، هذو كامل قعدوا اختيار. كان مباريات مصيريه ما دخلوش اساسيين مع انهم في اعظم الانديه والمنتخبات. المهم اخويا، عندنا واحد السيد ناس ملاح يلعب في نادي نانت، مدرب ما دخلوش اساسي في كاس العالم 2010. عرف واش دار؟ قلب عليه طابله حبيبنا. شوف خويا، نقدر الغضب تاعك لانه المهاجمين اللي معاك ما همش اساطير، بصح انت ثاني لاعب محدود، ماكش مارادونا. لبالك اني قاعد نهدر ما قلتش اسمه اصلا، حق في الفيديو باين. المهم، السيد اسمه جمال عبدون. بعد هذه اللقطه تم استبعاده نهائيا من المنتخب، وما زاد الشم بريحه المنتخب. بصح ما نلوموش، دوك تعرف عليه في المركز الاول. كان قائمة شرفية نحطوا فيها شوية أسامي. رياض بودبوز، لاعب موهوب لكن محدود للأسف. رفيق جبور، مهاجم قناص في الدوري اليوناني، يلحق المنتخب يولي أحول. نبيل غلاس والعقم التهديفي. مهدي طاهرات والبطء الدفاعي والحركي والفكري. كريم مطمور وتي ما نحبوش. المهم اخويا، المركز الاول وبدون منازع وكامل عارفينه انه الاسطوره عبد القادر غزال. شوف، نبداو القصه من الاول طول. ريقل روحك واسمع. بدات القصه بواحد المقال في جريده تاع ربع دورو. واش تقول يا سيدي؟ تقول لك بلي كاينه موهبه راح تضيع منا وتروح لفرنسا، والعنوان العريض يقول لك عبد القادر غزال حائر بين اللعب لمنتخب فرنسا او الخضر. سمع هذا الخبر قول فرنسا تقطع بحبويجه عليه. المهم اخويا، واحنا قلنا لا جيبوه ولازم ولازم ولازم. المهم جابوه لنا كشغل تاع هاهو وبردوا. السيد اول مباراه لعب اساسي ودار اداء مليح. المباراه اللي بعدها ضد البنين سجل هدف، زاد ماتش ما سجلش، واللي بعده سجل على من على الحضاري تاع مصر. احنا قلنا خلاص شيناها لفرنسا. غاب 2 ماتشات على التهديف وسجل هدف على رواندا، وحنا قلنا خلاص راح يقلشنا مره على مره. المهم يبقى هكو ما يطولش الغيبه. زاد لعب مباراه ما كان والو، زاد لعب مباراة واحدة أخرى ما كان والو، زاد لعب 7 مباريات لا حياة لمن تنادي، زاد لعب 10 واحدة آخرين يعني ما كان والو. هنا شكيت باللي مات. زاد لعب ماتش وثاني والو، وهنا تأكدنا أنه مات ربي يرحمه، وقررنا نخلوه يرقد بسلام. اصبر اصبر، نسيت حاجة ما قلتلكش عليها. بالك زوج حوايج. في كأس العالم دخل بديل الدقيقة الأولى، فتح يا رزاق دا بطاقة صفراء. قلنا معليش الحماس والجرينتا
بعدها بشوي طاح في منطقة الجزاء والحكم صفر. نحكي لك قصتي بالقهوة. شوف القهوة تقلبت يصفر الحكم، يا والجزائر كامل تقلبت لأنه اللقطة ما كانتش واضحة. نشوفوا في الحكم خرج بطاقة حمراء والتصفاق والعياط يزيد، خلاص ربحنا الماتش. حتى يا خويا نلقاو اللاعبين تاوعنا يتعاركوا مع الحكم، وفي هذه اللقطة كانت ترمي إبرة في القهوة تسمع صوتها. حتى المنحلة سكتت، حتى الناظر شاب متحمس قال له روح وهنا تعم أجواء الشتائم والكلام البذيء في أرجاء البلاد. وخرج عبد القادر غزابي بطاقة حمراء بعد أقل من ربع ساعة من دخوله. والحاجة الثانية ما ننساوش مباراة كوديفوار اللي تشوفه في الاستاد يبان سكران السيد، لحقت به ونحب يدخل هدف بيده وما لحقش تاني. الضربة الأولى منه للحارس وضيعها، عاودوا رجعوها له تاع هاك سجل يا ربي. بصح عبد القادر كان يندب على الفرصة اللي ضيعها، كشغل اول فرصه تضيع في حياته وك عارف، يهز راسه لقى البالو جاي لاح يده باش يسجلها وهكاكم ما لحقش بالبالو. احبس. اذا وانت ولات ماتش كوديفوار قبل ماتش سلوفينيا سيدر كان يمهد فينا واحنا كنا نيه ما تولهناش. المهم بعد هذا التضييع كامل شاعت عليه انه منحوس من هذه اللقطات، وحتى واحد النهار عقب عليه ميسي هو خارج من الصطاد حبيبنا ضرب له كتفه تاع واش يا خو صافا. اي بلا طولة سيره ميسي الماتش اللي بعده ضيع ضربة جزاء وثبتت عليه انه منحوس وزيد يعدي من الفوق. اوه المهم اخويا انا فشيت قلبي، نتمنى نكون فشيت لك قلبك تهذين. وما دام لحقت لاخر الفيديو وتحملت الهرف هذا كامل دير اشتراك باش تولي صديقي ونصبعك بكلمة ماتش. هيا حلقة جاية ان شاء الله، بسلامة.